محلل التهريج والكوميدي العرايس، محلل العروسه يعني، طالع في برنامج بيتكلم عن امام عاشور، بيقول لك ما عملش باص صح. لا، امام عاشور عمل. انا هجيب دلوقتي يا محمود لو سمحت، حضر لنا ال الاحصائيات بتاعت امام عاشور اللي احنا جبناها امبارح عشان نعرف امام عاشور عمل باص صح ولا ما عملش. انت بتقول اي كلام يا ابو الكباتن، يا كابتن ارحمنا. انا عارف ان امام مضايقك، انا فاهم ده كويس جدا، ولكن امام تحديدا انا هرد عنه وهدافع عنه. حاولوا تجيبوا لي الاحصائيه يا شباب. حتى وهو صاحب الهدف، الهدف جه ازاي؟ سيبك من ان الكره دخلت الجون في الاخر، الكره دخلت الجون، ولكن منذ بدايه الهجمه وفي الدقيقه 93. لا انا هات لي الجون بس يا سمير لو سمحت، والدقيقه 93 ان انا اعمل سبرنت زي ده في الدقيقه 93 وتركيزي ان انا ارقص المره الاولانيه واخش عافر في المره الثانيه، واطلع حضرتك تطلع تقول على امام عاشور ان هو ما بصاش بصه صح، وان احنا ان هو لو جاب جول في نفسه جمهور الاهلي هيسقف له عشان ايه يعني؟ ان شاء الله عروسه بتتحرك. هقول لك في الوقت المناسب مين اللي بيحركك، بس مش دلوقتي. هسيبه دلوقتي خالص، هسيب مين اللي بيحركك دلوقتي علشان مش دلوقتي، مش هقوله دلوقتي. فعشان كده لما اجيب لحضراتكم احصائيات امام عاشور هتعرفوا ان الراجل ده كذاب، بيقول اي كلام. ما كل اللي بيقولوا لمجرد التهريج والضحك على الدقون وعشان تطلعوا تتفرجوا عليه. انا نفسي جمهور النادي الاهلي ما طب انت ليه بترد عليه يا اسلام؟ هقول لكم انا ليه برد عليه، لانه امام عاشور تحديدا انا هرد على الامام، مش امام تحديدا، كل الناس، ولكن امام بقى بشكل خاص، لانه امام بيتعرض لحمله حضراتكم كلكم عارفين من مين. وامام لما بيبقى وحش، ما كل الاستوديوهات هنا، استوديو النادي الاهلي بيقول ان هو وحش بالمناسبه يعني، ولكن الراجل اللي امبارح واخد افضل لاعب في المباراه وانت تطلع تخبط فيه. طب يا اخي اصبر لما يبقى يعني لما يبقى وحش في مباراه من المباريات وقول اللي انت عايزه، ساعتها هنتكتب مش هنفتح بقنا. يعني كل اللي امام عاشور بيعمله ده مش عاجبك؟ ها اهو. مش انا اللي هتكلم، انا هسيب الارقام تتكلم للرد على الكوميدي اللي بيهرج. العروسه امام صنع 3 فرص، 3 محاولات صحيحه من 6. دقه التمريرات يا ابو الكباتن من 46 تمريره 30 تمريره. الكرات الطويله 1 من 1. رقص 4 مرات، راوغ 4 مرات من 3 مرات من 4 مرات. فاز بالكره 16 مره. السكند بول الكره الثانيه 10 مرات. الاعتراض الناجح 5 مرات. خسر الكره تحت الضغط 4 مرات. دقه التمريرات كام؟ 30 من 64 من 46. يعني حوالي 70 75%. اعتقد صح يا شباب ولا انا بقول ايه؟ فدقه التمريرات تقريبا 75% او يعني من 60 ل 70%. وانت طالع تقول ان هو ما بصاش بصه صح. حاجه غريبه جدا 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 اللي انا بسمعه ده. هنا 3 حاجات في الكره دي تحديدا وشرحناها امبارح كتير: ضغط وقطع ورفع صح وعمل الاوفر صح. يا بس الطاهر لو حطها ولا كريم لو حطها عادي كانت دخل الجون. كلنا عارفين امام عاشور وكهربا تحديدا هم هدفك وبتحاول تشتت تركيزهم. بس اللي بيلعب في الاهلي بيعرف يتعامل كويس جدا مع الاسلوب اللي بيتعامل بيه هذا المهرج، وما زال بيقلل من فوز النادي الاهلي على سيراميكا وطالع يتكلم على التحكيم ومش التحكيم. على الرغم مش هتكلم عن خبراء التحكيم اللي موجودين في قناه الاهلي، ولكن كل خبراء التحكيم اللي بره قناه الاهلي اتكلموا عن ان الحكم لم يخطئ في اي شيء، بالعكس ده الحكم جه على النادي الاهلي في بعض الامور. نفسي حد يعترف، نفسي الناس دي تعترف مره بالحقيقه ان النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء. لعيبه الاهلي هي الافضل، ان الفريق بيلعب كرة لاخر ثانيه.
وان في مجهود وتعب رغم الصعوبات. بلاش كل فوز يعمل لك صداع تطلع تتكلم في حاجات غير حقيقيه. والله والله لو حد اتكلم في حاجه حقيقيه الواحد ما بيفتحش بقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية في كل مكان، ما تنسوناش بلاك واشتراك. بارك الله فيكم. طبعا إسلام الشاطر هنا كل كلمة قالها عن رضا عبد العال الهجاص كلها في محلها، كلها صحيح. فما تشغلش بالك يا إسلام الشاطر برضا عبد العال، نحن كفيلون به. كل السوشيال ميديا عارفة قيمة وقدر رضا عبد العال كويس قوي، وعشان كده احنا متفرغين لكل اللي بيهاجم النادي الأهلي بدون وجه حق، لكن بيتكلم بصورة حيادية وبيتكلم بصورة فيها منطق. مش بنتعرض له ولا نقدر نهاجمه، بالعكس ده احنا هنكون معاه ضد النادي الأهلي لو الأهلي عنده غلط. احنا بنطلع ننتقد النادي الأهلي في قراراته، ننتقد النادي الأهلي في بعض التدعيمات اللي ما بيدعمهاش للعيبة، في بعض التغييرات كولر متأخرة، كل ده بنهاجم النادي الأهلي فيه زينا زي غيرنا، لأن احنا مش عوامي، احنا شايفين. لكن برضه لما بنشوف ناس بتهاجم النادي الأهلي عمال على بطال وبنحس إن وراها غرض، مش غرض التحليل ولكن غرض وقف المسيرة للنادي الأهلي، الغرض هدف لعيبة النادي الأهلي، كل ده نحن بنتصدى له كجمهور عاشق للنادي الأهلي وعارف قيمة كيان النادي الأهلي. الفرحة الكبيرة في الرياضة المصرية، فرح شعب مصر من خلال النادي الأهلي، هو ده اللي يهمنا، هو ده اللي احنا بنأكد عليه دايما. النادي الأهلي عشان هو الناجح والناجح الأول بامتياز على كل الفصل، وأغلبية الفصل فيهم ما فيهم من البلاهة وقلة الوعي وقلة التخطيط وقلة العمل الجاد عشان خاطر يرتقوا بمستواهم، لكن كل اللي بيجيدوا فيه هو الهجوم على النادي الأهلي ومحاولة وقف مسيرته، بدل ما هم ما ينجحوا ويقلدوا النادي الأهلي ويشوفوا بينجح ليه وإزاي، وليه الاستمرار النجاح ده مستمر على مدار قرن وربع حاليا، ويتعلموا منه. لكن لا، هي كلها مكايدات ومزايدات، وعشاق الترند عارفين كده كويس. كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.